الحق يا سرحان، ولدك مفتاح عايز يخطب. يخطب بنت مين يا بهانة؟ هو لاقي ياكل؟ اخي يقعد على حاله ويسكت في الدنيا اللي غايمة دي. هو اللي مكفره اكل وشرب. عاوز يخطب شوقية بنت عويس. امرنا لله، اذا كان غاوي نروح نشوف الحاج عويس نقعد معاه ونشوف طلبته ايه. السلام عليكم يا حاج عويس. وعليكم السلام يا حاج سرحان. الواد مفتاح ابني كلمنا على بنتك يا حاج عويس، بنتك شوقية. قلت نروح نقعد مع عمك عويس ونشوف الدنيا فيها ايه يا ولدي، واللي في الخير يقدمه ربنا. يا سلام يا حاج سرحان، الواد ولدنا والبنت بنتنا. طب عايزين نشوف شروطك وطلباتك يا حاج عويس. شروط يا حاج سرحان: 200,000 جنيه فيدنا، 200,000 جنيه ذهب، وشقة 5 أوض وصالة ومطبخ وحمامين. كده برضه يا حاج عويس وتقول واد ولدنا والبنت بنتنا؟ ده انت كده هتقعدنا على الحديدة. قول انت اللي عندك يا حاج سرحان. والله يا حاج عويس ان جيت الحقيقة انا هقول لك على اللي في مقدرتي واستطاعتي. احنا نجيب موتوسيكل نزف على العريس والعروسة يوم الفرح، وهنجيب لك 10 حمير يحملوا الحاجة من بيتك لبيتنا بسرعة وكده كتير على بنتك اللي عاملة زي الليل واخره. والله انت كده جاي العقة يا حاج سرحان. هو انت ما فكرش يا حاج عويس يوم فرحك ما كنت جايب مراتك على حمارة مكسرة وقعت في الطين والرهريط وكانت ليلة غبرة؟ ما تفكرنيش يا حاج سرحان، دي كانت غلطة. والله معي مفتاح عزيرة نفس الغلطة بتاعتك، بس ربنا يقوينا عليها ان شاء الله. إذا كان كده نهاية كلامك يا حاج سرحان، على بركة الله، ونبقى ارتحنا من مصيبة أحسن من مصيبتين. والله يقويك عليها يا مفتاح يا ولد الحاج سرحان.